بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة عايزين نتكلم يا جماعة على موضوع قاسي ومؤلم وشائك، موضوع كبير يا جماعة، وموضوع يعني من كثرة خطورته سيترتب على هذه البشرية حاجات يعني فظيعة. ألا وهو يا جماعة الناس اللي بتاكل بصوت كده. هل تعلم يا عزيزي اللي بتاكل بصوت كده أن للطعام آداب لازم إن أنت تتبعها؟ يعني هل تعلم إن مثلا الأكل اللي هو سواء الخيار أو الجزر أو الخس أو الحاجات دي ليها أصول في التعامل معها؟ ليها أصول، ما ينفعش تاكل بالشكل ده. ما ينفعش يا حبيبي، ما ينفعش. هل تعلم يا عزيزي اللي بتاكل بصوت فيه يعني كده ده، هل تعلم إنك أنت لما تيجي تاكل المقبلات، اللب، الفول السوداني، الفشار، الحاجات دي، في صوت كده بيطلع منك بيثير اعصاب الناس اللي حواليك، يثير اعصاب الناس اللي حواليك ويتعبهم ويحسسهم كده بالعجز والتردي والفشل انت بتلعب على سلوك المخ بتاع الانسان، وفي ناس لا تستحمل هذه الاصوات. يعني ممكن تاكل اللب السوداني كده صوت فيها همهمه، يعني اعمل صوت فيها همهمه وانت بتاكل، صوت فيها همهمه، ولكن صوت غلط. غلط، مش خيل هي يا حبيبي، مش خيل هي داخله علينا يا عزيزي. نحن بنحبك في البشريه، وانت لازم تحبنا في البشريه. يعني انت برضو لازم تحبنا في البشريه، وتراعي ان في اسلاك في المخ ممكن تبوظ بسبب الصوت العالي في الاكل. ما ينفعش تاكل يا فلان مش عارف يا فلان. غلط، غلط والله العظيم. دي رساله ليك من اخوك في الانسانيه، يعني تقبلها بصدر رحب.